اهلا بكم متابعينا في مطبخ سمر. النهارده هنشوف مع بعض طريقه ايس كريم الفراوله، طريقه سهله وبسيطه جدا ومكونات بسيطه جدا. المكونات: نص كيلو فراوله مجمده، نص كوبايه سكر بودره، نص كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه لبن حليب. هنحط المكونات على بعضها في الكبه ونضربهم. ده السكر، حطينا عليه الكريم شانتيه واللبن، وهنضربهم مع بعض لغايه ما يجمدوا شويه. بعدين هنضيف الفراوله ونضربهم جامد علشان الفراوله تنعم خالص. زي ما شفنا مع بعض، طريقة سهلة جدا ما خدتش مننا ثواني، وبقى عندنا ايس كريم ما شاء الله طعم رائع زي ما احنا شايفين، من غير اي اضافات صناعية خالص ولا الوان ولا اي حاجة، كلها مكونات طبيعية وطعم الفاكهة فيها جميل جدا. دلوقتي هنحطها في علبة بلاستيك محكمة وهنحطها في الفريزر حوالي ساعتين لغاية ما تجمد. وده كده الايس كريم عندنا بقى جاهز، بقى مجمد. شايفين الشكل رائع، شكل الفراولة جميل جدا فيه ازاي. دي كانت وصفتنا النهاردة، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.